المعلقة ما بتكدبش، لازم تبان من أولها. يعني أول ما أخلص كده أختبر الوصفة بتاعتي، مش بعد ما تتحط في التلاجة ساعة وساعتين وتلاتة وتختبريها. وعايزة أقولك الوصفة بتاعتنا بالظبط قعدت ساعتين في التلاجة وطلعت بالجمال ده. يلا بينا بقى النهاردة نعمل الملبن الأحمر لمولد النبي، كل سنة وانتم طيبين. الأول كده نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه في التعليقات. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين العلبة اللي أنا هعمل فيها الملبن، بصوا بروح جايباها كده بفرشه وبله ميه، واروح مدخله الكيس فيها كده عشان الميه تثبت معايا ايه الكيس، وفرشه تانية واروح دهنه بقى ايه الكيس ده كمان شويه زيت كده عشان نجهز. اول حاجه لازم نجهزها العلبه بالشكل ده كده. ادهن بقى الكيس. وتعالوا بينا بقى نقول النهارده الدوميه او الملبن الاحمر بكل تفاصيله. واللي بقى حابب يعمله بمكسرات، اي مكسرات عنده متوفره يعملها. النهارده هنعملها بالفول السوداني. يلا بينا بقى يا حبايبي نشوف وصفتنا بالشكل ده. جهزنا العلبة. عندنا كوباية وربع من السكر، نص كوباية من النشا، معانا بقى جيلاتين ومعانا سوداني. هنقول كل حاجة بالتفصيل. أول حاجة كده كوباية وربع من السكر، كوباية مية كمان. وفي نفس الوقت انا لسه ما ولعتش على البوتاجاز، هخلص بس كده كل مكوناتي نركبها على بعضيها وبعد كده نولع البوتاجاز على عصرة ليمون. يبقى ايه كوباية وربع من السكر على كوباية مية وعصرة ليمون، ولسه ما ولعناش البوتاجاز وقلبناهم. تعالوا بينا بقى على الرخامة نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، نص كوباية من المية عليها نص كوباية من النشا، هندوبهم مع بعض ونقلبهم كده. بصوا بكل سهولة هنعمل الملبن الأحمر النهاردة، مش هياخد منك أي وقت، وساعتين زمن وهتاكلي أحلى ملبن. كده بقى دوبنا النشا زي ما انتوا شايفين، يبقى نص كوبايه ميه ساقعه على نص كوبايه من النشا، دوبناهم بالشكل ده وركناهم على جنب. تعالوا بقى ندوب الجيلاتين، معلقتين صغيرين من معالق الشاي، عليهم معلقتين ميه دافيين من ايه من معالق الشاي. عايزه الجيلاتين بتاعنا ده لما اجي احطه بقى على الملبن يبقى كده عباره عن كتله. وكده بقى دوبنا النشا ودوبنا الجيلاتين. وتعالوا بينا بقى بعد ما دوبناهم كده نرجع تاني للبوتاجاز. زي ما انتوا شايفين البوتاجاز لسه ما ولعناش عليه. كده بقى هنبدأ بقى نولع عليه كده ونقلب بقى الخليط بتاعنا اللي هو عبارة عن السكر والمية والليمون. كده اروح حاطة بقى ايه نص معلقة صغيرة من ملح الليمون بالشكل ده كده، واحط كمان معلقة كبيرة من مية الزهر او مية الورد بالشكل ده كمان، واروح بقى مقلباهم كده. واجيب كمان معلقة من عسل الجلوكوز اروح حطاها كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، معلقة واحدة بس كده. الكمية اللي معانا صغيرة وكمية بسيطة على قد عيلة صغيرة. تعملي ايه علبة الملبن الصغيرة دي وتقدميها بالشكل ده كده. يعني ما تكتريش، كل ما تحبي تعملي اعملي حبة صغيرة كوباية كده من السكر زي ما احنا عملنا. وكده دوبنا العسل مع ملح الليمون مع السكر مع المية وكده بقى ومية الزهر وكل حاجة حطيناها بالشكل ده كده. يلا بينا بقى بعد ما يغلوا بقى ننزل عليهم بايه بالنشا عشان نعمل بقى احلى ملبن. حابه تعملي الملبن ساده بالشكل ده، سيبيه بس لما يستوي من بدون لون ويبقى معاكي ملبن ابيض ساده. او حابه تعملي حبل الملبن اعمليه. بصوا بقى يا حبايبي بالشكل ده كده غلي معانا الشربات وقلبنا النشا كمان كده، وننزل بالنشا على طول على الشربات المغلي عشان يدينا احلى ملبن. بصوا بقى يا حبايبي بالشكل ده كده اقلبه كده زي ما انتوا شايفين لغاية ما يتحول معايا الملبن. انا النهاردة معايا كوباية من السوداني هضيفها. حابة بقى تحطي انتي بندق حطي، حابة تحطي اي مكسرات عندك حطي، اهم حاجة تبقى المكسرات بتاعتك متحمصة كويس. في الخطوة دي بقى لازم تهدي النار خالص لغاية اما النشا بتاعك يستوي خالص. بصوا واروح ضايفة عليها بقى ايه معلقة الجيلاتين. شايفين انتوا الجيلاتين زي ما قلت لكم في الاول انا عايزاه متماسك، بنزله يعني بصعوبة من الكوباية. وكده كمان هنزل بالجيلاتين وانا طبعا زي ما بقول لكم موطيه النار خالص، عايزة النشا بتاعنا يستوي ما يبقاش طعمه في الملبن. عندي بقى ايه لون غذائي كده احمر، نحط كده نقطتين ونقلبه ونشوف اللون كده. حابه اللون بتاعك يبقى فاتح بتاع الملبن يبقى سيبيه، حابه اللون غامق زي ما انا هزود كده معاكم نزود شويه. وكده بقى ايه يعتبر بقى ايه الملبن الاحمر خلص معانا. طبعا احنا مهديين عليها النار خالص. بكده يعتبر الدوميه والملبن الاحمر خلص معانا بالشكل ده كده. ضفت انا كمان لون كده عشان نعزز اللون الاحمر ده يبقى لون كده غامق او داكن. وهنزل عليهم بقى بكوبايه الفول السوداني المتحمصه. يا جماعه لازم تكون متحمصه معانا. بصوا بقى
واروح بقى مقلباه كده وسايباها برضو على نار هاديه كده. انا شغاله بقلب كده على طول عشان اسوي النشا واقلب بقى كل الخليط. وطبعا بيبان نتيجه الملبن بتاعك من الخطوه دي. شايفاه متماسك معانا كده، الملبن ناجح 100%. تعالوا بقى نجيب العلبة ونفضيه. احنا لسه مولعين عليه البوتاجاز لغاية ما نجيب بقى العلبة ونجيب معلقة كده عشان نديله كمان تقلبتين ونفضيه في قلب العلبة بالشكل ده كده. زي ما بقول لكم لسه مولعة عليه واديته كده تقلبتين على النار. وتعالوا بينا بقى نفضيه كده. شايفين لونه عامل ازاي؟ وكده طبعا الكيس طبعا احنا دهنينه بفرشة زيت، وكمان لسه هنأكد كمان على الوش اللي هيتغطى بيه بفرشة زيت. كده خلصت كل الكمية بالشكل ده كده. دي بقى كده خبطتين على الرخامة عشان نساوي شكل الملبن بالشكل ده. وندهن بقى الكيس بتاعنا بقية الكيس بفرشة الزيت، وندهن بقى من فوق من وش كده بفرشة زيت كمان عشان تدي للملبن بتاعنا لمعة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسونيش بقى بلايك ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد. كده بصوا هندخله بقى التلاجة. خد معانا بالظبط ساعتين زمن وطلعناه. وتعالوا كده بينا بقى نقفله وندخله بقى على الرف اللي في التلاجة. بس الأول يقعد 10 دقايق لما يهدى خالص وادخله على الرف اللي في التلاجة. وتعالوا بقى ايه نطلعه مع بعض بالشكل ده كده. لميت علبتي ودخلتها بقى التلاجة بعد ما قعدته 10 دقايق على الرخامة، وده كان شكله. وتعالوا بينا بقى بعد ما قعد ساعتين تعالوا بينا بقى نقلبه زي ما انتوا شايفين. بصوا كده. وطبعا السمك اللي معانا ده حلو قوي، كوبايه وربع من السكر عامله معانا كميه حلوه. بصوا كده حبايبي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وشايفين طبعا فرشه الزيت مدياله لمعه عامل ازاي. وتعالوا بينا بقى كده ندهن السكينه يعني مع فرشه زيت كانت معانا الكوبايه اللي احنا دهنين بيها من الاول موجوده على الرخامه. وكده بقى نقطع زي ما انتوا شايفين. عايزه بس اوريكم لونه واوريكم شكله طالع عامل ازاي معانا بعد ساعتين. نبدا نقطع بالشكل ده كده الملبن. شايفين بس كده. تعالوا بقى عايزه امسكه كده اتحكم فيه عشان اقطعه لكم بكل سهوله كده الملبن الاحمر. تعالوا بينا بقى نشوف القطع بتاعته عامله ازاي. بصوا حبايبي طالع عامل ازاي بعد ساعتين. شايفين المطه اللي فيه. هنحط كده كام واحده كده في الطبق وتشوفوه كده. انا بحاول اوريلكم الملبن طالع معايا عامل ازاي. ساعتين زمن هتعملي احلى ملبن. شوفوا بقى حبايبي كمان عايزه اوريكم حاجه بعد ما بيتاكل ويتقطم. بصوا شكله بيبقى عامل ازاي. وكده بقى بقول لكم كده الفيديو بتاعنا خلص. وكل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.